بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ بتكونوا بخير وصحة وسعادة وأهنا. يا ام اسلام، دي لوبيا كانت بايتة من امبارح في التلاجة، فأنا طبعا مستخسرة. شفتوا انتوا ما شاء الله شكلها جميل ازاي؟ مستخسرة ان انا ارميها او ان انا يعني هركنها في التلاجة جنبها ايه. طبعا رحت مجددة جنبها، بعت كده جبت 4 دبابيس. ممكن تعملي بانيه، ممكن تعملي طاجن كبد وقوانص، ممكن تحطيها كده من غير اي حاجة بصراحة. بس انا عشان في اطفال فقلت ايه، مش اشكال. وهنا شوية ملوخية ناشفة عملتهم عسل، تحلفي وتقولي دي خضرة. انا عايزه اوريكم المعلومه دي اللي طلعوا منها من الفيديو، ان انا ما عنديش اكل بيترمي. انا ممكن اجدد جنبه حاجه، ولو ما فيش بحطه، الاكل ما يترميش. المهم لايك وشير ودعوه جميله بالخير لام اسلام. صلوا على الحبيب المصطفى وشوفوا ام اسلام عملت ايه. انا بص حبايب قلبي، كان عندي اللوبيا في الثلاجه صعبانه عليا. بصوا جميله ازاي، زي السكر والله، كانت زي السكر. وعيب ان انا كنت عامله زياده شويه، قلت عشان بنتي وعيالها هنا. وعندي حله رز ارميها، حرام عليا. لم النعمه، النعمه تلمكم والله. اوعي يكون عندك. رحت بقى جايبه 4 دبابيس زي ما انتم شايفين كده، وغسلهم غسله حلو، وهسلقهم في ثواني. هتسلقوا بقى وتخشوا الشوايه واسخن. هنا ما شاء الله كده محضره ميه اللي هسلق فيها، وحاطه فيها شويه فلفل اسمر بقى وملح وشعره سكر صغيره، انا بحب احطها في اللحمه والفراخ. هنا بقى احط ايه، طماطمايه وبصلايه ولورا وحبهان. طبعا في حته قطايه زياده مش هرميها، اكلتها خساره فيا، خسر عليا. هنا بقى طبعا ما شاء الله الميه تغلي. عبال ما بتغلي الميه بغسل بقى كوبايات، معالق، اي حاجه في الحوض، بخلي الحته زي الفل. انا بحب مطبخي شيف وريفي زي ما انتم شايفينه كده، ما بحبش حد يعمله، انا بحب اعمل كل حاجه بايدي. وطبعا بالذات انا ما فيش حد معايا، فانا بحب ايه، ايدي تبقى في المطبخ على طول. انا اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. زي ما انتم شايفين هنا يا حبايب قلبي، اطلع غطا بقى عشان اغطي الحله واسيبها ايه، تاخد وتدي بشكل ودي. عبال ما تتسلق اكون انا ايه، هولع بقى على الحاجه كده واحضر واظبط. يا اما اقعد استجم شويه يا ولاد، اقعد استجم، اخد راحتي، الجو حر خالص، تتسلق وارجع لكم تاني. هنا بص يا حبايب قلبي، هنا السلق. طبعا عندي شويه صلصه صغننين كده. شوف انا هحطها في طاسه، مش هحطها في صينيه كبيره، يا دوبك على قدها. مش هروح اعمل صينيه قد كده عشان كام قطعه. هنا عندي صلصه زي ما انتم شايفينها كده، بخل ودبس الرمان وكده. الصلصه كانت عندي موجوده في التلاجة، فحبيت استخدمها. دهنت الوش كده ودخلها تحت الشوايه، تاخد وتدي بشكل ودي لحد ما اسخن الرز واللوبيا كده بالترتيب. انا بحب اقف في مطبخي، ما حدش يقف معايا. حتى اليوم اللي ولادي بيتجمعوا فيه انا بحب اعمل الاكل كله بايدي. بس هم يعملوا ايه، المواعين بعد الاكل. اقول لهم مستحيل مستحيل اقف اعمل حاجه تاني. هنا بدور لقيت حبه ملوخيه ناشفه. طبعا مش لسه هجيب بقى ملوخيه وخرط والكلام ده، احنا بنحب الناشفه جدا. هنا طبعا بكرمها. يعني ايه بكرمها يا مسلم؟ بنخلها كده بمصفى السلك، بنطلع القش اللي فيها واخليها ناعمه كده زي ما انتم شايفين. ما شاء الله بتخلي الملوخيه بصراحه زي العسل، الملوخيه الناشفه بالذات. وكمان لما بتختاري ملوخيه تكون حلوه، يعني حلوه، طعمها جميل. هنا ما شاء الله في تركيه احطها حلوه قوي، بحط شوربه واحط ماجي واحط شعره سكر واقلبها جامد، تحس ان ما شاء الله زي الخضره بالظبط، زي الخضره. هنا زي ما انتم شايفين حطيت كبشه شوربه وعندي واحده ماجي وشعره سكر، وهفضل اقلب فيها زي ما انتم شايفين كده. بصوا ما شاء الله بالظبط هتبقى اكنها خضره، اكنك خضره وخرطاها، بجد عسل. هنا بقى احضر الشوربه بتاعتها. احضر الشوربه في الحله، طبعا ما تكتريش الشوربه عشان ما تخفش مني. واحط هنا حبه برده ماجي كده مش كتير، واخليها تغلي على النار. احط فيها فصين توم صغيرين فيها، وحبه دقيه مسلاه، كربوناتو الصوديوم، بيخلي الملوخيه خضراء زي العسل. وهنا طبعا احط معلقه السمنه، معلقه الثوم. احضر التقليه. طبعا الشوربه بتغلي وانا احضر ايه، الطشه بتاعتها. هنا احط كزبره، بس الكزبره ما تحطهاش الا بعد الثوم ما يصفر عشان ما تتحرقش وتمر. هنا ما شاء الله زي الفل زي الفل. انا اهو حطيت حته تومه نيه كده، والثوم ده اللي انا مفرزاه معاكم عشان لما بص بحب المطبخ حواليا رايق ازاي. طول ما انا بعمل اكل بحب انضف حواليا، ما بحبش اسيب حاجه كده. لو المطبخ مكركب حواليا ببقى متضايقه او متوتره. هنا ما شاء الله اللهم بارك زي ما انتم شايفين. الشوربه بس تغلي وانا اعمل ايه، اخش بقى اطش لها على طول. بس اهم حاجه صلوا على الحبيب المصطفى. انا بطول معاكم في فيديو، عايزاكم تشوفوا بامانه ورجوله يعني. عايزه تشوفوا المطبخ بتاعي، شوفوا انا عامله فيه ايه، النظام بتاعي. يعني انا بحب جدا جدا المطبخ ده مملكتي بصراحه. بحب الف كده فيه واعمل كل اللي انا عايزاه. ما بحبش حد، حتى في تنظيفات العيد او روتين، ما بحبش حد يعمل لي مطبخي.
ببقى عارفه وانا قاعده مكاني اقول لهم الحاجه دي هنا، الحاجه دي هنا، ببقى عارفه جدا. صلوا على الحبيب المصطفى يا ولاد. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي حبيبي رسول الله. حطيت الملوخيه وبالمضرب كده اضربها هنلها عشان اتملك فيها، عشان طبعا البوتاجاز بتاعي ايه بيتهز بقى شويه، فانا خايفه الملوخيه تتدلق. انا ما شاء الله خلاص احط الطشه بقى ونعمل احلى طشه للملوخيه. عندك ليا، عندك حته دهنه صغيره، عندك دوش بتاع اللحمه، براحتك خالص، هتبقى زي السكر. انا والله اوقات كتير عملتها على ميه وماجي، ميه وماجي، تبقى زي السكر بامانه. الطبخ نفس يا ولاد، نفس. بصوا ايه رايكم؟ بس قولوا اهم حاجه رايكم في الطشه بتاعت الملوخيه، ريحتها واصله لكم اكيد. هنا بقى ليه انا برضو الفيديو هنا طويل، انا هنا سخنت الرز زي ما انتم شايفين اهوت، وعيني عليه بقلبه عشان ما يشيتش، وما شاء الله اللهم بارك. ولعت على اللوبيا وهتشر الملوخيه. طبعا العيش انا جايبين عيش طري، يعني لو كان العيش لسه يعني من الفريزر كنت حاطه في الفرن يفك، يعني ما عنديش موانع، بس عشان انا واولاد بنتي كانوا هنا فسهل قوي، سهل ان انا اجيبه عيش. لكن ما بيكونش عند حد بطلع عيش من الفريزر، سايبالي الزنقه يعني. هنا ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده. هنزل بقى بالملوخيه على التومه، مش التومه على الملوخيه، زي ما انتم شايفين كده، وارجعها في الحله. ايه رايكم؟ احلى ملوخيه مع مسلم يا ولاد، والله كانت سكر 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 عسل. اللي يشوفها يقول لك مش ملوخيه، احفادي يقولوا لا دي ملوخيه خضراء يا تيتا، قلت لهم والله ناشفه عشان هم ما كانوش واقفين معايا. وهنا ما شاء الله شفتوا احمرت يا ولاد، بس انا هسيبها شويه على المغرب، بس اغرف عشان تاخد اللون ازيد شويه. هطلعها اخر حاجه. هنا بقى اغرف خالص واحضر بقى ايه الاكل كده زي ما انتم شايفين. البولات اللي هي البولات اللي هي الفخار ديت بحب اغرف فيها الشوربه، بحب اغرف فيها الملوخيه، بتعجبني جدا بصراحه. انا اغرف الرز اهو ما شاء الله اللهم بارك. انا معاكم خطوه بخطوه، مجردش الفيديو عشان تشوفوا اليوم من اوله لاخره، اللي هو من اول ما بدات اسخن الاكل وادبر اموري، تشوفوا بالظبط ايه اللي هيحصل. ادي الملوخيه اهيت ما شاء الله زي العسل اهي، ولا خفيفه ولا تقيله، حلوه جدا. وانا اغرف بقى اللوبيا. تصدقوني انا بسجل فيديو جحد، انا بسجل فيديو. بصي مازن عايز ياخدها، فانا بقول له استنى يا مازن اصور، يعني خساره فيا خساره ليا. قلت له خد واحد وسيبي الباقي اصور. كرم عايزه تساعدني، قلت لها لا سيبي الرز هصوره. تعبت. هما بيحبوا يساعدوني جدا، طول ما انا واقفه في المطبخ عايزين يشيلوا اي حاجه، بس انا مش خايفه على حاجه بقى، خايفه ان الحاجه تقع عليهم يعني تصابوا لا قدر الله، او يبهدلوا لي الفرشه، دي الكارثه. ممكن ما اكلش واصوت والم الدنيا عليا لو اتبهدلت الدنيا. بصوا اللوبيا يا ولاد حاجه كده زي السكر. بيطلعوا المعالق، عرفوا احنا بنحضر الصينيه نطلع المعالق نشيل الاكل زي ما انتم شايفين. قلت له يا مازن سيبه انا هصور برضه. مطيعين دول ولاد بنتي ام مازن وكرمه. هما طبعا مش واخدين بالهم ان انا بصور لان الموبايل فوق، متعودين الموبايل يبقى على الرخامه. بص مسيد شافته فبيتحدد قوي تبص عليه. بس ما شاء الله اللهم بارك اهو. طبعا ولا عندي بقدونس ولا عندي جرجير ولا عندي حاجه ازوق بيها الوش، بس ما شاء الله يعني هو الجوع مش مخلينا نستنى اي حاجه. وانا طول ما انا واقفه عماله القط معلقه ملوخيه، معلقه لوبيا، اي حاجه. بس يا ولاد ايه رايكم؟ تعالوا شوفوا كده، لايك وشير ودعوه جميله بالخير لام اسلام. يلا باي.